تشيلسي يلقن باريس سان جيرمان درسا قاسيا. بطولة كأس العالم للأندية في حد ذاتها أجد أنها كانت أفشل بطولة في التاريخ، ولم يكن منها أي فائدة، حتى أن بعض الأندية الكبيرة اختارت راحة لاعبيها عن المشاركة في هذه البطولة، حتى وإن كانت أرباحها هائلة. ولكن إن كان هناك شيء جيد حقا في بطولة كهذه فإنها هذه المباراة، مباراة لن تجد لها مثيل في أي بطولة أخرى. حرمنا من متعة كهذه منذ سنين، ولكن ها هي هذه البطولة تعيد لنا ما مضى، ورأينا كم أذاق تشيلسي باريس سان جيرمان طعم الذل والهوان، كيف دمر تشيلسي باريس سان جيرمان بلا رحمة ورقع على رأسه ب3 أهداف دون أي سابق إنذار. ها هو تشيلسي يا سادة يكسر كل توقعاتنا حول المباراة، فريق لا يمكن أن يؤمن مكره، ومن يتهاون به أو حتى يكتسب بعض الثقة في قدرته على السيطرة عليه يذقه ما ذاقه باريس سان جيرمان. لقاء ملكي لن يتكرر، ولكن كنت أتمنى أن تنتهي هذه المباراة بطريقة لطيفة أكثر وروح رياضية جميلة، حيث أن الفريقين قدما مستويات رائعة كامل البطولة، والخاسر منهما يكفيه شرفا أنه وصل للنهائي. بالطبع خسارة كبيرة، ولكن ما باليد حيلة، ليس بوسع لاعبي باريس سوى أن يهنئوا زملائهم بفوزهم وتحقيقهم للقب، لأن هذا هو واقع وإن كان مرير ولكنه لن يتغير. إلى أن هذا لم يحدث، يأتي اللاعب الذي يحدث الفوضى ويدعي البراءة في النهاية طيلة الوقت، اللاعب الذي يعشق أن يعيش في دور الضحية، اللاعب دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان، لاعب يعشق المشاكل وإثارة الفوضى وإحداث الجدل على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي. لكن يا عزيزي هيهات هيهات، فقد دقت شباكه 3 أجراس من تشيلسي لتعيد إليه صوابه وتعيده إلى رشده. ولكن يبدو أن هذا الدرس كان قاسيا جدا على دوناروما، مما جعله يهاجم لاعب باريس سان جيرمان جواو بيدرو. ولكن هذه المباراة كانت مليئة بالعجائب. الغريب في الأمر والذي لم أتوقعه إطلاقا أن لويس إنريكي، ومن نتوسم فيه الحكمة وقيادة الفريق وتقويم اللاعبين الذين تحيد مساراتهم عن التصرف الصحيح، وجدته أيضا يهاجم لاعب باريس سان جيرمان، الأمر الذي دمر كل توقعاتي. يبدو أن بيدرو استفزهم بطريقة كبيرة جدا، لدرجة أن دوناروما لكمه لكمة قوية أبرحه أرضا، وهذا على خلاف ما يفعله دوناروما عادة. وبالعكس كان الفيصل فقط هو بضع من الدقائق، وكان سيجعل بيدرو يلحق بجمال موسيالا، وفي النهاية يبكي دوناروما كما اعتدنا، لأنه لم يفعل أي شيء. وإن لم تعلم ما حدث سابقا فيمكنك مشاهدة هذا الفيديو، ولكن قبلها أوقف هذا الفيديو وأخبرني برأيك في قسم التعليقات ما هو الشيء الذي فعله بيدرو ليستفز دوناروما وإنريكي بهذا الشكل. وضع لنا إعجابا للفيديو لنرى كم أعجبك هذا الفيديو، اشترك بالقناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وإلى اللقاء.